اهلا بكم اصدقائنا في فيديو جديد. الفيديو ده طبعا المشكله حصلت عندي في الشقه زي ما انتم شايفين كده، البيبه مسدوده. فاحنا دلوقتي هنعرف طريقه كويسه. طبعا دلوقتي الدنيا ليل ومفيش سباكين دلوقتي. طيب هنعمل ايه؟ زي ما تابعوا معانا الفيديو كده وشوفوا هنعمل ايه والدنيا تسلك باذن الله. طبعا يا اصدقائي هنا في البيبه بيبقى هنا في مسمارين، في الكلام بنفك صليبه. تمام، بنطلع الجزء ده كله كده كامل بره. بعد كده في الحته دي طبعا احنا ضربنا هنا في اللي جاي من حوض الوش في المكان ده واير، وضربنا في اللي جاي من حوض القدم هنا واير، وضربنا للي خارج بره واير. طبعا واير ما طلعش معانا حاجه، يبقى كده المشكله في السدد في الماسوره العموميه بره. طيب احنا هنجيب انا جبت نص كيلو بوتاص. تمام، دي الفكره بقى. الموضوع في الفكره دي احنا حاطين البوتاص اهو زي ما انتم شايفين، بوتاص بالمنظر ده. نبتدي نوجهه لبره في الماسوره اللي خارجه بره، وبعد كده المفروض هنحط عليه ميه بتغلي. ميه بتغلي هوريكم دلوقتي التفاعل هيتم ازاي. انت برضو تابعوا معانا لحد الاخر. طبعا يا اصدقائي احنا جبنا الميه بتغلي زي ما انتم شايفين معانا كده، هنصبها زي ما انتم شايفين التفاعل اللي تم ده. سامعين الصوت؟ الميه السخنه بتاخد البوتاص وبتنزل في الماسوره الام. بعد كده هنفتح الميه عشان نشوف الموضوع بتاعنا ينجح ولا لا. خليكم برضو متابعين عشان تشوفوا الميه موجود اخباره ايه. زي ما انتم شايفين يا اصدقائي الميه بتجري، ده معناه ان الموضوع الحمد لله سلك. وزودنا الميه تاني اهو عشان برضو نطمن. الميه زي ما انتم شايفين بتجري. اي حد من حضراتكم ممكن يعمل اي حاجه في البيت، اهم حاجه ان احنا ندور ونتعلم واسال وجرب ودور وكده. ادي تجربه سدد اهي، كانت ممكن تغرق الشقه بالليل تمام او في اي وقت، وكنت ممكن تجيب سباك وياخد منك الشيء الفلاني. الميه زي ما انتم شايفين الحمد لله جريت. ودي كانت تجربه النهارده، وتابعونا باستمرار. شكرا لكم ومع السلامه.